سوداني أنا ثوري ميداني سوداني سوداني كيف أنسى أخواني سوداني سوداني أنا ثوري ميداني ثوري ميداني أنا ثوري ميداني ساسا ثوري ميداني أنا ثوري ميداني جيبك انت تعرف راب؟ لا لا يوم ما سميت راب ولا حاجه يوم ما سمعنا. يعني بأغاني إنجليزية وكده. زي اغاني انجليزيه لا لا يعني مثلا زي بقول شنو زي منو ود المزاد بقول انا بعيش حياتي دي بتذكر قصص قديمه لما بقع بقيف بتأثر في احلامي مرات بقول لنفسي كيف لو كنت واحد فادي فكن الليل ردم داقي ختم قال هو نجم عايزين دماغي كان بعيد الخوذة كانت من حديد ما زغبت اليوم ده انت القوم في شيء تمشيت وجيت شايف الساحة كله هريك وينو امسكه يوم ما شفته والله. 50 كليب هذاك انا ما اعرفه. ده ذاته ده فنان. خلنا كده. نحن الثوار الشفاتة أهل السيدان قوتنا هلاتا أيوة. بالرج والكركون أيوة. سقطت ما سقطت صابنا أيوة. جوا الكون ساربنا ما يا خالي سكر شايبنا يو فرشة ولا معجون ساكننا سواكنا اي قاعدين ابراهيم محمد ارجعي ابراهيم محمد احمد علي من مفاشر بسكن هاي المسان عمري 20 سنه شغال نقاشه يعني وقت كرابه يعني نقاشه ساعات الإنساني شباب راكبين الزود عشان التيرة بيودوك الأقل نديف لسه محتاج التكييف ماشي ما كلامني اي my heart please help me اي يا مان أجيف أحلامه كلها جيز أنا حلمي خفيف رتبت الورق أزن يكون حشيش. والله أنا خيته في موسيقى الراب ما كنت أصلا بتابع يعني أغاني راب وما كنت بشتغل بالراب كتير بس ياهو بعد الثورة ياهو الأغاني كلها بقت راب. أركب عربية نمشي. أنا كزولة فنانة شعبية ولا بغني تراث ما بقدر أقول لك إنه الراب بديل للغنى الشعبي. زي ما الراب بوصل معلومته بالراب الغنى الشعبي حاجة تراثي واريخ ما بيتنسي يعني ما في حاجة بيقدر يعني يمحيه لنا. أغاني بتاعت الشعبية لها معاني ودلالات وحاجات عندها علاقة بالتراث وحاجات عندها علاقة بالشعب ذاته من جيل لجيل. شفت ما جريت من الحرق والدرب لك من يوم الفيلم يتولد مكانك ده بالخلد ما حتمشي في الزلد لا رقمتك بالخلد. ليش شنو؟ يلا اصلا الزول الراب ده زول بيتكلم عن قصة حياته بيتكلم عن قصة الشارع اصلا هو بيتكلم عن الشارع الحاجات اللي بحصل حتى لو كان جواك لو كان برا يعني مدام نحن شنو يعني مدام انا اكتمه في قلبي انا طوالي بقوم بفكه بالمزيكا شفتها بفكه في المزيكا كده انا بالنهاية في بعض الناس بيستفيدوا منك وبعض الناس كمان اللي ما يشتغل بيك كمان موضوع منتهي. أنا كزولة من معسكر ما شايفة حاجات كثيرة في واقع اللي أنا عايشاه وفي بوقي اللي أنا عايشاه بيحتاج إنه زول يغني لي راب عشان يفهمه طبعا. لا طبعا الدارفور ده أمة يعني ناس عندهم أسر في معسكرات وعندك أهل في أي مكان المزيكا أكثر شيء بيتكلم زول بيتكلم عن برضه. أنت هسه شايف الراب ده بيحل لنا بعض القضايا في المجتمع؟ بيحل لك طبعا. مسكت الشنطة شايف مسكن طلعتها بقيت لكم حبة حبة المخرج زي صبة أخوك في مصر حبة كلام نفسي وبدت القصة فيني جسد كبت اللحظة قارن له مثل الله
عواد قوم السنج نجيري حفرة سنقت يخدع له عجبك هي وين السنة من ناس ما ينغفار مولي نرجع نفارق اسم الله نقدر جسا او كفار ناشر رسا لحبة غمزة بيبي امشي هناك ودسا بسوقها ايزا قدام بس هي نور دوم ناري يا صاحبي لا بس ذاته بنخلي الاحلام راسه يا صاحبي بنسريه من راحه احلامنا هناك تستاهل يا سمعوني بقول لك مشاكل ما بحلوا برزتيك تراك في الليك من الباب تفهم دفلتين فكي خلط انت وخلط جرد حكت وشد تخلط لك مزيكا حسي بروحي قاعده فيها الناس ليه بتنسى عمل الساحر يعرفوني قالوا لي كلهم بساحر بس التفليك من الشغل والتليك والزيت مزيكا عاشفه او السليك في البيت يا صاحبي شكرا ماكس بيلو، تحية لكم جميعا، نتواصل معكم ومع الجميل المبدع ماكس بيلو. ماكس بيلو. Say don't